السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير، أموركم هانية وأحوالكم طيبة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم ضمن التحليات الرمضانية بحول الله. الله يوصلنا يا ربي لي على خير وبخير بصحة جيدة وبطولة العمر يا ربي لكافة الأمة الإسلامية. اللي كنقول لكم مبروك عواشركم. الله يدخل علينا هذا الشهر لينا وعليكم الصحة والسلامة يا ربي، وكما قلت لكم طولة العمر يا ربي لكافة الأمة الإسلامية. غادي نشارك معكم البنات واحد التحليه اللي رائعه بزاف. ان شاء الله كما قلت لكم غادي تفيدكم بزاف في الوقيته ديال من وراء الفطور او لا كتحليه السحور. وعلاش لا تعتمدوها حتى تحليه لوليداتكم طبيعيه صايبينها في الدار وعارفين اشنو دايرين فيها. تحليه فعلا البنات كتجي بنينه راقيه في الشكل ديالها، بمقادير اللي هي بسيطه بزاف، بدون كريمه الخفق، بدون نشا، بدون كريم باتيسير. روعة جدا البنات، يعني شي حاجة أخرى ما عندي ما نقول لكم. بدون بيض أيضا. ما نطولش عليكم، مباشرة غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. الله على بركة الله. أول حاجة غادي ناخد واحد الإناء أو كازرونة اللي غادي نضيع فيها 2 معالق كبار ديال الزبدة. من الأحسن تكون زبدة زبدة من نوعية يعني تكون نباتية، ما تكونش حيوانية. غادي ندوبها على نار اللي كتكون مهيلة، نخليها حتى كتذوب على خاطرها، ونقصوا النار باش ما توليش عندنا النوازيط. صافي في اناء اخر، يعني خلينا الزبده كتذوب، غادي ندوزو في اناء اخر ناخذ 1 لتر من الحليب. 1 لتر من الحليب. وغادي ناخذ ايضا 100 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل 5 المعالق كبار. غادي ناخذ ايضا كاس وربع ديال الدقيق الابيض، دائما يكون نوعيه جيده باش يعطيكم نتيجه اللي هي زوينه، ما يعادل 12 معلقه ديال الدقيق، يعني معلقه ديال الطعام. غادي نخلط الكل جيدا حتى كنتاكدوا تماما ان هذاك الخليط يعني ولا منسجم ومبقاش عندنا دوك الحبيبات ديال الدقيق. مباشره بعد ما دابت ليا الزبده غادي نفرغ فوق منها الخليط اللي خلطت قدامكم، يعني متكون من الدقيق والحليب والسكر. كنخلط مزيان حتى يعني كينسجم ليا مع الزبده اللي ذوبناها قبل. وهنا غادي نحاول انني ندير نار متوسطه حتى كنحس بالحليب راه سخن، وكنقص النار على اقصى درجه مع التحريك المستمر. يعني ما كنحبسوش نهائيا التحريك حتى كنتحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون لينه وكريميه، يعني خاليه من الكتل. ضروري البنات السر هو انكم تبقاو تخلطوا مزيان، يعني الى لا قدر الله دار لكم التكتل فحاولوا انكم دوزوها هكا في الميكسور او في مولينكس باش كتفاداو الكتل. من بعد البنات ما حسيت بالكريمه ديالي ولات بهذا الشكل، يعني خاطره شويه، ضفت ليها 2 ساشيات ديال الفانيلا، سكر بنكهه الفانيلا. الا عندكم الفانيلا السائله يكون احسن، ديروا معلقه كبيره كتعطي نكهه زوينه. صافي بعد ما كتختار ليا الخليط ديالي كيولي يعني كريمي بهذا الشكل هذا، مباشره كنطفي النار. لاحظوا معايا النتيجه راها باينه في الكاسرونه، يعني ملي كنخلط كيطلع داك الخليط خاطر كيهبط بكل يعني بصعوبه باش كيهبط. صافي هنايا كنطفي النار مباشره، كنمشي كنكون موجده الكؤوس اللي غاديه نقدم فيها هاد التحليه. كنفرغ التحليه ديالي وهي سخونه في الكؤوس، لان الا صبرتوا عليها غير شويه راه دغيا كتقال. صافي هنايا بالنسبه للكميه خرجت ليا 7 ديال الكؤوس، صراحه راه كتجي بزاف بنينه. غادي نخلي هاد الكؤوس هادو يبردوا ليا واحد شويه على ما نوجد صاصات الكراميل. بالنسبه لصلصه الكراميل غادي نحتاج ليها كاس ديال السكر سنيده ما يعادل 100 غرام او لا 5 المعالق كبار. غادي نخليهم على نار اللي كتكون مهيله. دائما البنات حركوا هكا بملعقه خشبيه. هنا ديجا راني موجده حدايا واحد الكاس ديال الماء اللي بغيتو يكون سخون. صافي غادي نبقى نستمر في التحريك في هذا الكراميل حتى كنحس بهذاك السكر. صافي كنشوفو راه داب تماما كما شفتوا، راه النار مهيله. وكاينين عده طرق كنحضروا بهم الكراميل، ولكن هذا كيبقى دائما في اطار الاقتصاد، اقتصادي جدا وكيجي بنين كما قلت لكم، بلا شوكولاط ابيض بلا حليب، رائع جدا. هنا بعد ما سخن ليا الماء تماما كنحاول انني نضيفو هكا فوق من هذاك الكراميل وكنحرك حتى كيذوب ليا نهائيا هذاك الكراميل اللي تكتل ليا. والماء السخون كيساعد على الكراميل دغيا كيذوب، ما كيتحجرش لينا. من بعد خديت كاس اخر ديال الماء بارد وضعت فيه 2 معالق ديال النشا الذره اولا المايزينا، ممكن تستعملوا حتى الدقيق اللي ضفتوه في التحليه. صافي هنايا مع التحريك المستمر حتى كيتخلط وكيتجانس تماما، يعني هاد الكراميل هذا
خديت فيه كاس ديال السكر سنيده مع 2 كؤوس ديال الماء و2 معالق ديال النشا فقط. ممكن كما قلت لكم النشا تعوضوه بالدقيق الابيض. صافي مباشره كنحيدو، ما كنخليش حتى كيبرد، الا برد راه غادي يزيد يتقال اكثر وغادي يصعب علينا اننا نسرحوه فوق هاد التحليه. التحليه درنا دخلناها للثلاجه تقريبا واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، المده اللي حضرنا فيها الكراميل. ومباشره هنايا فاش حضرت الكراميل فانايا انا كنصبو مباشره فوق التحليه ديالي. كما قلت لكم خليوه واحد شويه الكراميل، ما تخليوش البنات حتى يبرد. كنحاول ناخذ واحد الملعقه وكنحاول انني نساوي داك السطح ديال الكراميل باش يجينا مقاد. غادي نغطيهم ونخليهم هنا واحد 10 ديال الدقائق اخرى وغادي ندوزو نوريكم الطريقه التقديم ديالهم. بالنسبه لي البنات خليتهم 10 ديال الدقائق لان الاضاءه ديال الصراحه ديال المطبخ او الكوزينه عندي كتبقاش ما كتعطينيش الاضاءه مزوينه، فكنحاول انني دائما نستغل الوقت التصوير. الوقيته اللي كتكون عندي يعني ما بين 10 ديال الصباح حتى 4 ديال العشيه، هذاك هو الوقيته اللي كتكون عندي التصوير اللي كيكون واضح. صافي البنات بالنسبه للتزيين زينوا باش ما بغيتو. بما انها تحليه تركيه كتبغي دائما البيستاج، ولكن ملي ما عندناش البيستاج غادي نزينو باي حاجه متوفره في البيت. فانا هنا خديت شويه ديال اللوز كونكاسي. كان صراحه عندي خليط ما بين اللوز كونكاسي وكاوكاو محمرين، فهو باش زينت، واللي بغى يزين باي حاجه يزين بها. ممكن تخليوها كيف ما هي بقات في الطبقه ديال الكريمه والكراميل، ما تزينوها بحتى شي حاجه. ممكن تضيفوا ليها يعني قطع من الفواكه حتى هي غتعطي واحد اللمسه اللي هي زوينه. كما قلت لكم هاد التحليه هذه تعتمدوها ان شاء الله لوليداتكم كغوتي مدرسي، وايضا غادي تحتاجوها هكا ان شاء الله فتره الصيام. علاش لا؟ ضروري كنبغيو شي حاجه هكا حلوه من ورا الفطور او لا في السحور، شي حاجه هكا تكون حلوه وبنينه واكيد تكون اقتصاديه على قد الحال وعلى قد الجيب. فهذه هي، سجلوها عندكم، انا متاكده انها غتنال الاعجاب ديالكم. وكما قلت لكم البنات فانا هنا حاولت اني نزرب شويه في التصوير. خليوها شويه تبرد شويه، قد ما بردات كتزيد ديك الكريمه ديالكم كتعقد اكثر. انا هنا كيف ما لاحظتوا كما خليتها تقريبا 10 ديال الدقائق بردات ليا الاولى، وعاود 10 دقائق الثانيه تقريبا 20 دقيقه، يعني ما خداتش ليا وقت كافي وخليتها بردات، ولكن كتجي بنينه بزاف البنات. وانتم تحكموا في السمك اولا في الكريمه كيفاش بغيتوها تجيكم. الا جاتكم 12 معلقه كثير على اطر 1 لتر ديال الحليب وغتجيكم معقده بزاف، ممكن تنقصوا وديروا غير 10 ديال المعالق ك قياس كاس العنبه، كاس واحد ديال العنبه غتجيكم خفيفه بزاف. المهم البنات نتوما كتحكموا في قياس ديال الكريمه ديالكم. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها وردوا عليا في التعاليق. راه كتجي رائعه البنات، بنينه بزاف، اقتصاديه، وتحمقكم وتحمق وليداتكم بالبنه ديالها وببساطه ديالها وبالاناقه ديالها. نتلاقاو في فيديو جديد.